يعني احنا هاليومين في بداية العام الميلادي ولا لا؟ امس 25 والناس جالسة تحاول تحتفل بايش؟ تحتفل برأس السنة بالكريسماس. يا جماعة انا اللي وقفة الحقيقة لابد ان تقال اليوم، يعني المسلم العاقل اللي يجب ان يفهم اول شيء وش هو الكريسماس. الكريسماس هم يعتقدون على اعتقاد النصارى انه يوم ميلاد ابن الله وهم المسيح، وهم يقيمون عيد ميلاد كما يدعون لابن الواحد الاحد الفرد الصمد. وهذا جانب عقدي خطير. الله ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني، اما شتمه اياي فقوله انه لي ولد وانا الله الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. هذا قول الله في الحديث القدسي. ثم انا ابي اسأل الناس خاصة الفتيات والشباب، امس الجوالات ومباركات وتهنئات وتعليق الشجرة واحتفال بالعيد الكريسماس، والعالم تقريبا يعج بهذا العيد. اقول تدروش معنى هذا العيد؟ انت لما تقول ميد الواحد بالانجليزي كما يقولون ميري كريسماس، يعني تهنيه بالكريسماس، معناته انت تقول له انا اقر واعترف تعالى الله ان لله ولدا. هذه مصيبة. صحيح ان الناس لا يتلفظون بذلك، لكن هذا معنى هذا عيد الكريسماس. وانا اقولها بالمعنى العامي، الذي يفرح بعيد الكريسماس ويذهب الى النصارى ويهنئهم بهذا العيد كأنه يقول يا رب انا مؤمن بك انك واحد احد فرد صمد، الا اول يوم في السنة او اخر يوم في السنة ابغاك تسمح لي، انا لا اؤمن بقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.